صباح الفل على عيونكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحه واحسن حال وراحه بال، اللهم امين. النهارده يوم جديد، فيديو جديد، برحب بكل مشتركيني اللي نوروني وشرفوني في القناه. بقول لكم كده نورتوني وشرفتوني. وحبايب قلبي اللي معايا من اول ما مسك فتحه القناه، وجودكم طبعا يا حبايب قلبي على عيني وعلى راسي. ربنا يجعلكم يعني دايما في الخير ويحقق لكم احلامكم، اللهم امين، ويسعدكم ويسعد قلوبكم ويحقق لكم كل امنياتكم. النهارده كده يوم جديد، فيديو جديد. لو لسه اول مره تشوفي قناتي اسمها وصفه ونصيحه مع مسك، خشي كده خدي لك لفه في الفيديوهات، ان شاء الله هتستفادي منها كتير قوي. قناتي يا بنات خاصه بالتوفير والميزانيات والتدبير وشغل من البيت لكل ست بيت نفسها تبقى، مش بصوا بقى، مليونيره مليارديره ان شاء الله. هتلاقي كل الاهداف دي وكل تحقيق امنياتك دي في القناه بفضل الله. ففضلا كده اشتركي في القناه ونوريني واكتبي لي كده بتتابعيني من انهي دوله او من اي بلد، علشان ارحب بيكم، ولعل نكون ان احنا جيران مع بعضينا ونعرف كلنا نفيد بعضينا في الخير ونشتغل مع بعض ان شاء الله. طيب، النهارده جايبه لك كذا فكره جميله قوي. ازاي توفري من مصروف البيت، ازاي تنظمي وقتك، وخصوصا الناس اللي ولادها في المدارس. خلاص، ازاي انظم يومي يا مسك، ازاي اوفر، ازاي اغير حياتي. ان شاء الله الفيديو ده كمليه للاخر باذن الله، هتلاقي حاجات كتير قوي. لما كمان تسمعي الفيديو وتكمليه للاخر ان شاء الله هتلاقي حاجات كتير قوي هتغير لك حياتك 360 درجة. هتغيري حياتك بصي تغيير جذري ان شاء الله. طيب، ونبدأ يلا بينا. سمي الله وصلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ونبدأ برقم واحد في الفيديو، ازاي انظم يومي. اول حاجة يا ست الكل، انت صحيتي وديتي ولادك المدرسة او الحضانة او لسه ما عندكيش حد، افطري. اهم حاجه تفطري. طب لو عندك بيبي، عندك مثلا طفل سنتين ثلاثه لسه ما وديتيش حضانه والكلام ده، حاولي انت تفطري وفطري البيبي او الطفل اللي عندك ده. ليه بقى؟ عشان انا فطرت تمام بقى. بصوا، قبل بقى اللي تقولي ماليش نفس، تمام. اصل انا مسكه ما بفطرش دلوقتي، بفطر على 11 12 او 1 2. حبيبه قلبي صحتك، انت دلوقتي قادره انك تعملي كده، فين بعد كده؟ بصي بقى، الفطار ده حاجه اساسيه في حياتك. انا عايزاكم تهتموا بنفسكم، عايزاكم بصوا بشرتكم دايما تبقى منوره، دايما ما يبقاش فيها تجاعيد. دايما كل ست بيت صدقيني وصلتي لل30 لل40 لل50 لل60 عايزين نفضل. بصوا بقى، احنا لو ما خدناش بالنا من نفسنا محدش هياخد بالنا يعني باله مننا ابدا. حافظي على نفسك، خلي دايما وشك موردن، وشك دايما فيه الخير والحيويه. من ايه؟ ننظم حياتنا، هننظم حياتنا في كل حاجه ان شاء الله. كملوا الفيديو للنهايه واضغطوا اللايك، اهم حاجه. طيب، افطري. افطري، حاولي تفطري فطار صحي، ما تستخسريش في نفسك حاجات، يعني حتى لو حاجه بسيطه. ممكن تغيري نفسك مثلا لو تعرفوا، لو بقلل القليل، يعني حاولي انك ما تدخليش الجلوتين كتير في جسمك، تمام. سواء بتفطري عيش فينو كتير، لا حاولي تغيري. بتفطري عيش ابيض كتير، لا حاولي تغيري. دخلي اكلك فيه عيش رده. طب انا باكل عيش رده يا مست، حاولي بقى تغيري. هاتي ما تستخسريش في نفسك كيلو شوفان من عند العطار، واعملي مثلا كده نقانق او مقرمشات او حاجات زي كده تفطري بيها ان شاء الله. لو عيش بالرده بلاش شوفان، لو عندك شويه رده، لو انتوا مثلا فلاحين وبتخبزوا وعندك رده، اخبزي عيش بالرده زي عيش السن يا بنات اللي بتاعه. وحاولي تغيري، حاولي تغيري في نظامك. هبصوا بقى هتلاقوا كل ده. لو في تشققات في ايديكي مش هتلاقيها، لو في تشققات في رجلك مش هتلاقيها، لو بشرتك فيها تجاعيد او فيها ارهاق، كل الحاجات دي اللي انا هقول لك عليها هتلاقي حياتك بفضل الله اتغيرت للاحسن والافضل من كل الجوانب. تمام يا بنات، تمام. يبقى اول حاجه لازم انا افطر وافطر ولادي اللي قاعدين معايا في البيت، علشان بعد كده لما ادخل في شغلي مفيش حد يعطلني، يا ماما انا جعانه، يا ماما اعملي لي سندوتش والكلام ده. تمام، ده رقم واحد. تمام. طب رقم اتنين يا بنات، بعد ما فطرت بمسك الموبايل بقى مسكه اتصفح شويه، لا، ارمي موبايلك، ارميه اللي هو جنبك. حطيه فوق مثلا سفره، حطيه فوق جزامه، فوق اي حاجه، خلاص. واقفلي النت. ليه بقى اقفل النت؟ علشان مش كل شويه يجيلي اشعار من اي مكان اللي هو ارجع تاني امسك الموبايل. خلاص يا ستي، ما تقفلوش، خليه للمكالمات بس، خلاص. حد رن خلاص ماشي، لكن في نفس الوقت ما اضيعش وقتي، ما افضلش ان انا اتصفح على السوشيال ميديا واشوف دي عملت ايه ودي خلت ايه وده 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 واضيع وقتي. هوبا يجي ولادي لو في المدرسه او جوزي او كده، الاقي الدنيا كلها اتطربقت فوق دماغي والشغل واليوم ما فيش بركه يا مسك، واصل انا جالي اكتئاب. لا، هيجي لك اكتئاب من ايه؟ الا من الحاجات اللي هي غلط في حياتك. خلاص، يبقى بسيب موبايلي خالص، ما امسكش الموبايل، اشوف شغلي بقى. تمام. اول حاجه شغلي كده القران، سواء عندك اذاعه القران الكريم على الراديو او في التلفزيون، خلاص. ولا ده ولا ده، تليفونك شغليه قران وحطيه في المكان اللي انت قاعده فيه، وخلي القرآن صوته عالي كده، وفتحي شبابيكك، خلي الهواء يبصوا يتغير الستاير كده مع القرآن. اي طاقة سلبية كده انت بصي، حاولي انك تطلعي الطاقة السلبية اللي في حياتك. تمام بكده، فتحي الشبابيك،
شغلي القرآن، خلي الهوا كده يرفرف في شقتك، تمام. الطاقة السلبية كلها تخرج، وان شاء الله تتجدد بإيجابية بفضل الله سبحانه وتعالى. كمان اعمل ايه؟ اخلي ولادي لو انا عندي مثلا طفل او طفلة 3 سنين 4 سنين، احاول ان هم اشركهم معايا، ما اسيبهمش اشغل لهم التلفزيون او امسكهم التليفون عشان الهيهم عني خلاص، وابدا اقول ايه العيل جاله توحد، اصل انا ولادي متاخرين في الكلام، اصل الكلام لا. احاول نشركم، خدي حبيبتي ودي الازازه دي المطبخ، او مثلا ابنك اعمل كذا، شيلي الشبشب ده وديه البلكونه، مش عارف كده، اشغلهم، حطي المخده دي في الانتريه، اشغلهم معايا. ليه؟ علشان العيل لما يكبر عند اولى ابتدائي او تانية ابتدائي يبقى انت عودتيهم على المشاركه معاكي. دي حاجات هتريحك. بصوا ما بتشوفوش ستات ما شاء الله الله اكبر عليهم بيجوزوا بناتهم او بيجوزوا ولادهم وتحسي ان هو اختهم مش مامتهم؟ احنا عايزين نبقى من الناس دي، مش عايزين على بال ما اولادنا يطلعوا الثانوي تكون التجاعيد مالت وشنا، تكون هم الزمن والزنقه يمسكوا ده لا، بفضل الله كل الحلول دي هتلاقوها هنا، هتلاقوها هنا. بس ما تستخسروش ان تضغطوا اشتراك في الفيديو يا بنات، اشتركوا في القناه ولايك كده للفيديو علشان تشجعوني، وان شاء الله هنغير حياتنا للافضل والاحسن بفضل الله سبحانه وتعالى. وكوني متاكده مش هتتغير للافضل ولا الاحسن الا لما دايما تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام بنيه تغيير حياتك للافضل والاحسن. خلاص يا بنات تمام. طيب خلصت، روقت شقتي على السريع، لفيت لفه سريعه خلاص في الاوض، تمام. طلعت الفرش بره خلاص. حاولي بصوا الوقت اللي تضيعي فيه وقتك وتطبقي فيه الكوفرتا او كده، لا على طول طلعي الكوفرتا بمشبكين وطلعيهم في البلكونه. مثلا بقيتوا تغطوا ببطاطين، طلعي على طول على سور البلكونه. الوقت اللي هتطبقي فيه لا طلعي الحاجه تتهوى. خلاص يا بنات تمام، وابدا ان انا الف لفه سريعه كده في شقتي، وعلى طول اقعد بقى امسك التليفون؟ لا يا حبيبه قلبي، قومي على طول اعملي الغدا. ايه مسك ده لسه الساعه 10، ايه مسك ده لسه الساعه 11، ده احنا على بال ما ودينا الولاد وجينا يا دوبك فطرنا ومفيش وقت، انا هنام لي شويه. لا، اسمعي بس مني، قومي على طول اعملي غداكي، ما تمسكيش الموبايل. ليه؟ علشان تفضي حبيبه قلبي طول اليوم، عشان طول اليوم ما يبقاش متكربس فوق دماغك، علشان طول اليوم ما افضلش الف حوالين نفسي كاني ما بعملش حاجه. صدقوني قومي على، زي ما بقول لك قومي جري اعملي الغدا، تمام. اللي مثلا ده انا لسه بدري، جوزي هيجي الساعه 5، جوزي لسه الولاد بيجوا على الساعه 2، يا مسك الله يا حبيبه قلبي، الاكل يبقى يسخن، يبقى يتهدى عليه. بس لما تخلصي حاجتك بدري بدري تمام، وتقعدي بقى وتشوفي نفسك والكلام ده، علشان ولادك لما يرجعوا تحط لهم اكله حلوه، اكله تبقى لسه مطبوخه، مش الولاد لسه على بال ما يرجعوا واكتبوا طيب واجباتكم ويبقى عيل عنده درس وانا لسه ما طبختش والاكل اصل لسه ما استواش على النار والكلام ده. لا، عودي ولادك اول ما يرجعوا يتوضوا يقلعوا كده هدومهم يعلقوها ويتوضوا ويصلوا، على بال ما يتوضوا ويصلوا تكون انت حضرت لهم الاكل. العيل ياكل يفوق يغير موده شويه، لو عنده واجبات بيقعد يكتبها، لو عنده دروس بيقعد يعملها، يبقى انت خلاص عملتي المسؤوليه اللي عليك اللي هو العيل اتغدى الحمد لله. خلاص طبعا بيبقوا فاطرين من بدري، لو معاهم سندوتشات بيبقوا مخلصينها من بدري الساعه 10 الكلام ده، فلما يجيلك العيل 1:30 2 يبقى اكلك جاهز، تاكليه. العيل يفضلوا دروسهم لحد بالليل، ما تبقيش انت شايله هم لا صاحي من الغدا الساعه 4 صاحي من الغدا الساعه 5. اكلي ولادك، ظبطي لهم عيشتهم، خلي العيل يبقى بنى صحيح، تمام. طب احنا متعودين اصل على بال ما باباهم يجي، لا يا حبيبتي انت بقيتي في ايام مدارس، استني انت باباهم، استني انت باباهم. خلوا مثلا يوم الجمعه او يوم الجمعه والسبت مثلا، او هو ده اللي كلنا نشارك بعض في العشاء مثلا، ما حدش يعشى لما بابا يجي الكلام ده، او الغدا ما حدش يتغدى لما بابا يجي ده. لكن في ايام المدارس خلصي ولادك بدري بدري، غديهم هم اول ما يرجعوا واستني انت باباهم. الحاجات دي عامه علشان تريحي نفسك خلاص. كمان عايزه اقول لك النصيحه رقم 4، حبي بيتك. حبي بيتك على قد ما تقدري. بسمع ستات كتير اصل البيت كئيب يا مسك، اصل انا قاعده في بيت عيله، اصل جوزي مثلا مش مريحني، اصل العيشه مش عارف ايه. لا، حاولي تحبي حياتك، حبي كل حاجه في بيتك، اتصالحي مع حيطان بيتك. فاهمين يا بنات؟ دايما جددي في بيتك، حتى لو بصي يعني هتعملي بأقل الإمكانيات، حتى لو بحوش وده وكل سنة أبيض أوضة وأنا اللي أبيضها بنفسي، أجيب الطرق من على اليوتيوب ما خلاش حاجة، تمام. لو كل 6 7 شهور هشتري لي مفرش، لو كل سنة هغير مثلا اجيب طقم فوط، كرتونة الفوط مثلا 300 جنيه ولا 400 جنيه. المهم اخلي دايما بيتي على سنجة 10 عشان احبه، عشان ابقى عارفة اعيش فيه، عشان ولادي مهما يطلعوا او جوزي ويرجع، لا هو ده المكان المأوى بتاعنا، هو ده مكان الراحة. انا مهما اطلع واخرج وابقى كده ما احبش القعدة عند مامتي، ما احبش القعدة عند صاحبتي، اصل لما بخرج بحس ان انا فين وما برجع في بيتي باكتئاب. لا، دايما يبقي وانتي بره عايزة ترجعي لبيتك، عايزة ترجعي لعشك، العش اللي هو بيدفيكي. فاهميني؟ ده هيجي منين؟ ان شاء الله لو كل 5 6 شهور جبت فازة، كل 6 7 شهور اجيب حاجة،
بس تحاولي تجددي كل سنه اغير حاجه. ما فيش في امكانياتي ده مسك، لو قعدت سنه بحالها الانتريه بتاعي باظ، لو قعدت سنه بحالها مش هعرف اجيب انتريه. طب اعمل ايه؟ اقعدي سنه بحالها وهاتي حافظه اللي هو كفر للانتريه. اقعدي كمان 5 6 شهور وهاتي حافظه حلوه. لو مش قادره تجيبي سجاد غيري شكل بيتك، بالذات في المكان اللي كمان انت بتستقبلي فيه الناس، واجهه بيتك. اقعدي سنه وحاولي توفري وتجيبي حق جردل لابويا وتبيضي. اعملي تجديد، خلي دايما ولادك وجوزك يحسوا بفرق. تمام. هو ده بجد نصيحتي لكل واحده متضايقه من بيتها. فاهمين يا بنات؟ كمان عايزه اقول لك رقم 5 في نصيحتي، حاولي على قد ما تقدري تحافظي على صحتك. صحتك ده كنزك. طبعا ربنا يبارك في صحتنا جميعا ويبارك في اعمارنا جميعا ويحقق لنا اللي بنتمناه. بس بصي ما يعني حاولي تنظمي وقتك وتنظمي كل حاجه. ما تقفيش في المطبخ كتير، اعرفي قيمه الوقت وشغل البيت. اعملي يعني اعملي سريعا بمعنى اصح. كل يوم كمان حاجه. يعني بشوف ستات كتير يا بنات بتقعد بال5 6 ساعات في المطبخ. ليه؟ ورجلك. وبعد كل ده ما انت هتتعبي وتفضلي تاني يوم تعبانه وتالت يوم تعبانه، على بال ما تيجي تقومي تاني تلاقي الدنيا اتبهدلت تاني. لا، مش لازم اهد نفسي وتقعدي بقى طول الاسبوع تعبانه. مش لازم تمسكي اصلا أنا النهارده بشيل بقى فرش الشقه كله واسيق ولو بغسل سجاد ببقى غاسله وبروق وبمسح التراب وبنفض وبغير فرش السراير يا مسك وده. طب وبعدين؟ وصحتك وظهرك. والناس ستات كتير اللي بشوفها 30 و35 سنه وعندها غضروف. ليه يا بنات؟ ليه؟ لو نظمتي نفسك كل يوم عملتي حاجه. يوم النهارده همسك مثلا اغير فرش السرير اوضتي واروق اوضتي واقفلها. بكره يبقى اوضه الاطفال امسك كل حاجه فيها اروقها وامسح ترابها. يوم للمطبخ. ايدينا كل يوم في المطبخ يا مسك والكلام ده، بس انا بتكلم على التنظيفات اللي هي الحلوه، التلميع، الكلام ده. تمام. كمان عايزه اقول لك خلي ولادك شاركيهم معاكي. الفكره انك ما تخليش نفسك تمام دايما مجهده، دايما يعني تعبانه. تمام. كمان عايزه اقول لك حاولي انك تخلي مثلا فوطه لمسح الشاشه. مثلا الشاشات لو عندك كذا شاشه في الشقه، فوطه مثلا لمسح الابواب، تبقي عارفه كده ومتعلقه مغسوله. بعد ما تخلصي الباب على شويه مثلا مسحوق على حوض المطبخ وتمغيها وتسيبيها تتنشر وتتنشريها في ساعتها. معروفه. تاني يوم تالت يوم هاجي بقى لما عليها تراب تبقى حاجتي معروفه. ما افضلش بقى عشان امسح التراب الف بقى على حته قماشه هنا وهنا وهنا. عذرا يا بنات. كمان النصيحة رقم 8 هقول لك على حاجة وأرجوكي تعمليها. بصي أرجوكم بالذات كل ست بيت مصرية. بصي أنا بقولي مصرية أصيلة. لازما تفتحي دولابك واسمعي كلامي وقومي على طول وارمي كل هدومك القديمة. بشوف ستات لابسين عبايات بنص كم، اصلها طريه يا مسك، اصلها مرحرحه. هي حلاوه على المرحرحه اللي هي متقطعه ولو فيها حته جوبير متنسر. ليه بتعملي في نفسك كده؟ غيري من نفسك علشان نفسيتك اولا. بصوا والله العظيم بالذات الملابس البيتي دي مش غاليه خالص. ده انت لو كل سنه هتشتري لك 3 جلاليب بيتي كده حلوين بنص كم طراي وترمي بتوع السنه اللي قبليها او السنه اللي قبليها، السنه اللي قبل اللي قبليها يعني، وارتاحي ريحي نفسك. بلاش الكركبه اللي عماله على بطال. في حاجات اصل الحاجات دي مسك ما ينفعش اشحتها. ما ينفعش اشحتها وانتي بتلبسيها. اسقطي بالمقص وارمي يا حبيبتي في باسكت الزباله. عايزاكم الله. يعني عايزاكي بشوف ستات عاشقه كده لللبس اللي هو بنص كم الطري بس مهرول. بس الناس كتر خيرها ده بقى لها عندي 3 4 سنين او 5 سنين. طب وبعدين؟ ليه عامله في نفسك كده؟ وفي الاخر اقول في اكتئاب. ده انا بشوف الستات يا اختي بره حلوين ورحت لها فجاه في بيتها لقيتها ما شاء الله لابسه لبس حلو والدهب مالي ايديها ووشها منور. ما هو كل ده احنا مش كده ليه؟ علشان كل الطاقات السلبيه بنجمعها حوالينا. صدقوني لما يبقى عندك لبس متقطع في دولابك، لبس قديم قوي في دولابك تمام وهلكتيه وبرضه ماسكه فيه بصوا بقى بايديكي واسنانك كانك ماسكه في وفي الاخر الوم نفسي ليه الاكتئاب وليه التعب وليه شكلي مش حلو وليه التجاعيد مالت وشي. من الهموم يا قلبي، من الهموم اللي انت عاملاها في نفسك. خلاص. كمان عايزه اقول لك حاولي تغيري اوضتك على قد ما تقدري. اوضه النوم بتاعتك دي خليها دي مملكتك. البيت كله مملكه ودي مملكتك انت كمان. دايما الفروشات
اللي فوق الدولاب والبطاطين اللي احنا شايلينها الله اعلم بقى هنستخدمها ولا لا، ربنا طبعا يبارك في عمركم جميعا، والمفارش ليه شايله كل ده لمين بقى؟ عايزه اعرف لو سمحت، شايلاه لمين؟ ليه مش كل اسبوع، كل شهر طلعي مفرش سرير جديد؟ مفرش العروسه اللي احنا بنجيبه بنفرشه في الصباحيه بس، وما اشوفش بقى الناس تاني فرشين، ولا في المناسبات بس كل عيد مره؟ ليه ما تخليش كل شهر كده تطلعي مثلا مره مفرش العروسه بتاعك اللي هو الابيض ده، مره مثلا افرش طقم سرير حلو كده، طقم مثلا درابيه حلو، بدل ما انا مركنه الحاجات دي كلها فوق الدولاب. فاهمين يا بنات؟ حاولي على قد ما تقدري تستغلي الحاجات الحلوه اللي تغير لك حياتك. ده في ايدك وفي ايد، بص كل ست بيت لو هي ناويه الموضوع ده، لو هي عايزه تغير من الموضوع ده. خلاص يا بنات. كمان عايزه اقول لك حاولي على قد ما تقدري لو انتي مثلا سجاد اوضتك مثلا او سجاد شقتك كله مثلا خلاص يا مسك اصل ده ادم، ده بقاله كذا سنه الكلام ده. وواحده تقول لي مثلا انا مستنيه يا مسك على عالم ربنا يسهلها، او اعمل جمعيه كبيره واغير فرش الشقه بحاله، او اغير سجاد الشقه بحاله. يا حبيبه قلبي يبقى ما انتش هتغيري، لا اعملي وحوشي وارجعي مثلا قولي انا هغير مثلا سجاده الصاله، او سجاده الانتريه، او سجاده اوضه النوم. تمام. انتوا المهم شجعوني، انا على فكره بسجل لكم الفيديو والله العظيم وانا شايله بنوتي، فعايزاكم تشجعوني وتشاركوني، ما احسش ان انا بتكلم لوحدي، شاركوني مع بعض في التعليقات. خلاص يعني ايه، بصوا يعني هي حتى ايديها، بصوا ايديها عايزه تدخل جوه الفيديو غصب عني. المهم زي ما بقول لك ما فيش في مقدريتك مثلا انك ما فيش في مقدريتك انك اللهم صل على النبي تغيري سجاد الشقه، او حتى لو سجاده واحده والدنيا زنقه يا مسكه وانت بتقولي نوفر علشان مثلا اي حاجه، هاتيلك حافظه حلوه كده فرشيها، بالذات لو دخلت الانتريه بتاعك. مثلا حاولي على قد ما تقدري تغيري في عيشتك شويه. كمان عايزه اقول لك الناس اللي بيغسلوا مرتين وثلاثه في اليوم، مجهود لك ومجهود لغسالتك ومجهود لمسحوقك. اغسلي ان شاء الله لو عندك اللي هي الغساله الفوق اوتوماتيك دي، اعملي دوره واحده كل يوم مش اكتر، مش اكتر صدقوني عشان ما تتعبوش. حددي لنفسك وقت للترتيب تمام، ووقت برضو للراحه، وعودي ولادك يعرفوا يحطوا لنفسهم ياكلوا، وعوديهم ازاي يعرفوا يشيلوا مكان اكلهم. تمام. ابدأي الموضوع ده معاهم من صغرهم عشان ما تتعبيش دايما في وقفه المطبخ وطعم المطبخ. حاجة هتريحك بقى على مدار الشهر وبتخليكي كده تخشي المطبخ 10 دقايق تخلصي اكلك وشغلك وكل حاجة بسرعة. التفريز. بصوا حاولي تفرزي، تجيبي لك مثلا عداية قوطة مرة واحدة، عداية طماطم مرة واحدة وتفرزيها وتطلعي منها الجامد يكفيكي اسبوع او اسبوعين، والباقي مثلا تفرزيه في الفريزر، ده ممكن يكفيكي كمان مش شهر، شهرين وثلاثة. خلاص. كمان خلطة المحشي، هتعملي مثلا 20 كيس طماطم، اعملي 10 فيهم تسبيكة محشي، طماطم على بصل على بخضرتهم كمان بفصين التوم بتاعهم، وخلصي نفسك وعبي اكياس. تيجي تعملي محشي ما تشيليش هم، اسهل حاجه عندي المحشي، اللي هو انا بطلع الكيس على بال ما يفك اقوم شاطفه شويه رز وحطهم فيهم، خلاص خلطه المحشي خلصت. تمام. وشويه بهاراتي بس، يبقى انا كده ما تعبتش. كمان عايزه اقول لك الحاجات اللي انا قايلها لكم كتير على التفريز، وارجعوا للفيديوهات اللي قبل كده. خلاص. كمان هتقعدي يوم واحد تشتغلي في تفريزات والكلام ده، هتفضلي شهر او شهرين مرتاحه. تمام. بتخشي المطبخ ده كده على طول تخلصي. انا ست مثلا ما بحبش قعده المطبخ كتير، عامه كل ست بيت يمكن ما بتحبش قعده المطبخ. ليه؟ لان بتضيع وقتها، مفيش وقت تقعدي مع اولادك، بتتعبي كتير. لا، حاولي تغيري حياتك، الحياه مش اكل وشرب وخلاص. خلاص يا بنات. كمان عايزه اقول لك اتمشي. حاولي انك لو ما في بتروحي جيم مثلا او في جيم جنبك روحي ان شاء الله لو مره كل اسبوع يا ستي، تغيري من مودك. استغلي يعني استغلي وقفتك كمان. تمام. النصيحه رقم 12، عايزاكم تستغلي وقفتك. انا مثلا بقى بغلي اللبن مثلا حاطه اللبن على النار، ما افضلش واقفه كده قدامه ومستنيه وقاعده اسرح بقى في مواويل الدنيا، لا، في الوقت ده افتحي تلاجتك، شوفي درج التلاجه في حاجه بايظه طلعيها ارميها، درج مثلا المعالق مش مترتب اطلعه على طول، على بال مثلا ما انا هغلي اللبن هنضف ظرفه من ظرف المطبخ، على بال ما اغلي اللبن همسح الرخامه بتاعتي وما اخليش عليها اي مثلا كراكيب او فانت تحاولي تحددي لنفسك. تمام. تحددي لنفسك وقت على قد ما تقدري. الوقت مثلا كده ما ضيعهوش، لا انا واقفه مثلا بعمل شويه رز على بال ما الرز يغلي ويعمل ويبدا يتشرب، على بال ما اجي اوطي عليه، بدل ما اروح اقعد او امسك الموبايل بتاعي وانا واقفه في المطبخ، لا استغليه. مثلا لمعي حيطان المطبخ، لمعي البوتاجاز، لمعي مثلا ظرف المطبخ، على قد ما تقدري تعملي تستغلي.
تخلي 2 في 1 وتخلي 3 في 1. ليه؟ علشان اقعد بقى وارتاح، علشان يجي لي مثلا حددي نفسك انك من الصبح انت بتصحي اهو تخلصي شغلك ومثلا اللهم صل على النبي، كله يصلي على النبي يا بنات، واذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. مثلا على بال الساعه 3 اكون انا مخلصه كل شغل بيتي. بعد 3 انا قاعده ما بعملش حاجه، اقعد مع اولادي. مثلا هعمل شغل لنفسي، انا مثلا نفسي اشتغل من البيت او احدد لنفسي بقى وقت الكلام ده. كمان عايزه اقول لك حاولي دايما مطبخك وبيتك يبقى نظيف يا بنات. خلي اي حاجه ملهاش لازمه عندك ارميها، يعني عايزاكي اي حاجه عندك ملهاش لازمه ارميها على طول في الباسكت. دايما خلي المكان اللي انت قاعده فيه نظيف دايما، عشان تتشجعي اكتر للنظافه وتشجعي اكتر انك تروقي وتشيلي بيتك وتحطيه. دايما ما تخليش فيه كراكيب، بلكونتك ما تخليش فيها كراكيب. طب انت الكراكيب اللي انت حطاها في البلكونه دي هتستخدميها امتى؟ لو شويه بلاستيكات، لو الحاجه اللي ملهاش لازمه لو مش هتبيعيها ارميها، او لو مش هترميها حاولي تشوفي لها بيعه عشان تفضي عيشتك، عشان عيشتك تبقى هاديه. عشان دايما الطاقه السلبيه اللي بتتركم في الكراكيب وده تبقى مش في بيتك. اللي يخش بيتك وانت اولهم تبقي قاعده براحه، حاسه براحه نفسيه. تمام؟ صدقوني النظافه ما بتتعبش، قله النظافه يا بنات هي اللي بتتعب، وهي اللي بتوترك، وهي اللي بتجيب لك الاكتئاب. تمام؟ كمان عايزه اقول لك من الحاجات اللي اكتر حاجه بتجيب حشرات في المطبخ وده تحت الحوض. يعني حاولي على قد ما تقدري تخلي تحت الحوض عندك يعني نظيف وكده. كمان عايزه اقول لك يا ست الكل، على قد ما تقدري. كنا زمان قوي بن مثلا بنصرف فلوس كتير في مساحيق الغسيل وده كده. لا، حاولي على قد ما تقدري توفري المسحوق اللي هو الغالي قوي، استبدليه. انقعي الهدوم، حاولي على قد ما تقدري توفري. برضو ما تنزليش السوق بدري قوي عشان بيبقى اسعاره غاليه. حاولي على قد ما تقدري تنزلي السوق اخر اليوم بحيث انك تجيبي كل الحاجات اللي انت عايزاها باسعار اقل. اليوم اللي نازله فيه السوق ابقى مفضيه نفسي، ابقى مروقه عيشتي في كل حاجه في بيتي، بحيث ان انا اروح ما اركنش الحاجات في التلاجة لتاني وتالت يوم على بال ما افرزها. لا، انا رايحه علشان افرز الحاجات اللي انا جايباها. الدنيا ما بقتش مستحمله ان انا اجيب حاجه واركنها علشان تبوظ. كمان عايزه اقول لك ما تمسكيش التليفون على طول. خلي ولادك هم دول الثمره اللي انت بتزرعيها علشان تستغليها، علشان تنتجيها صح وتنتج صح. حاولي اديهم وقتك شويه. تمام؟ تربيتهم والله يا بنات عايزه مجهود مننا، بس كله بدل بالنظام هيبقى كل حاجه سهله بالنسبه لك. كمان عايزه اقول لك حافظي على صحتك وصحه اولادك دايما. كلوا الاكل هيلثي دايما. شجعي نفسك وشجعي اولادك ان الحياه حلوه بس لازم نعيشها بنظام. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، وما تنسوش اللايك والاشتراك، وما تنسونيش كده بدعوه حلوه منكم ليا ولاولادي، وربنا يهديهم ويهدي اولادكم جميعا ويصلح حالهم ونشوفهم احسن يعني حد في الدنيا بفضل الله. ربنا يشوف يا رب كل حد نفسه ولاده يبقوا حاجه. ربنا يقدركم ان انتوا تجتهدوا وتتعبوا وتبذلوا مجهود وتشوفوا الموضوع ده في الاخر الثمره اللي نثمرها تكون ناجحه بفضل الله. ربنا يجعل تربيتهم كلها خير وسعاده وبركه، ويكونوا تربيه صالحه وذريه صالحه، اللهم امين. اترككم فيديو جديد في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.